إننا والله نعيش في نعم عظيمة، يعيش الواحد منا في نعم لا تحصى ولا تعد. إنها نعم الله جل وعلا علينا في الصباح وفي المساء. يصبح الواحد منا بصحة وعافية، بأمن وأمان، لا يحتاج شيئا. لو أردنا أن نقيس أحوالنا بأحوال الملوك من قبل، لو أتينا بأغنى ملك في الزمن الماضي وقسناه بأفقر إنسان عندنا، والله نجد أن هذا الإنسان الفقير هو أفضل من أغنى ملك فيما مضى. لم يكن عندهم كهرباء ولا تدفئة ولا تبريد ولا سيارات. حتى الملوك قديما إذا ذهبت الجيوش لا يستطيع أن يعرف شيئا عن الجيوش إلا أن يأتي مخبر، يأتي شخص يقول له حدث كذا وكذا. أنت الآن إذا ذهب لك صديق أو أخ أو شقيق إلى أي بلدة في العالم، أنت معه في كل لحظة، تتصل به: أين وصلت؟ كيف الوضع؟ فهل هذا كان موجود عند أغنى ملك من ملوك الدنيا فيما مضى؟ كانت الملوك فيما مضى إذا أرادوا تبريد يستأجر العبيد يحركون الرياح كي يشعر بالتبريد. اليوم إذا سافرت تسافر براحة وتبريد، وإذا شتاء تدفئة، والأكل متوفر، والعافية والنعمة والصحة. ومن يشكو من مرض يجد الأطباء ويجد الأدوية. أليست هذه نعم؟ الفقير اليوم الذي يشكو من الفقر هو أغنى إنسان لو قسناه بمن مضى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. انظر يا ابن آدم، انظر إلى هذه النعم. ألم تروا؟ لأن عندكم أعين وعندكم حواس تستطيعون أن تنظروا بها إلى هذه النعم، نعم الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه، وفي قراءة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. والله هذه الآية أكبر معجزة في العصر الحالي. ربنا سبحانه يقول أن الله سخر لكم ما في السماوات. القدماء إذا أرادوا أن يعرفوا ما الذي سخره الله لهم في السماوات سينظرون إلى الشمس والقمر وإلى الغيث، الأمطار والرياح والحرارة والدفء، هذه النعم التي يرونها. أما نحن اليوم نرى نعم في السماء كثيرة جدا، نعم العصر الحديث. الآن هذه السماء تطير فيها ملايين الطائرات، الملاحة الجوية. الآن هذه السماء التي ترونها فيها غلاف جوي، هذا الغلاف مكون من طبقات غازية، هذا يشكل كأنه مرآة عاكسة. لولا أن الله أوجد الغلاف الجوي والله ما استطعنا أن نتصل بالهواتف النقالة، ولن توجد اتصالات على الأرض أبدا، ولن توجد أي قناة تنقل لك الأخبار. لكن الله أوجد الغلاف الجوي هذا الذي يحمي البشر. يقول العلماء لولا أن الله أوجد هذا الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض لكان درجة حرارة سطح الأرض أكثر من 200 درجة، أكثر من 200 درجة سطح الكرة الأرضية، لولا أن الله أوجد الغلاف الجوي. الغلاف الجوي مكون من مليارات من الأطنان من الماء والأبخرة، الله جل وعلا يوزعها على الأرض
ولو سقطت في مكان واحد لأغرقت من وقعت عليه. فالله جل وعلا هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته تبشر الناس أن بعد هذه الرياح فرج وغيث. فهذه النعم اليوم في السماوات التي وجدت اليوم، هذه النعم بعد التكنولوجيا الحديثة، لولا أن هذا الغلاف الجوي. فالسماوات الله سخرها لنا. الله جل وعلا قبل 1400 سنة يقول لنا السماء سخرتها لكم، واليوم نحن نرى التسخير. والأرض مسخرة، كل ما موجود من الطعام والشراب والملبس والصناعات كلها تستخرج من الأرض. هذا وهناك أمر آخر، أن الله جل وعلا قال وسخر لكم من أنتم البشر. لا يوجد كائن الآن موجود على سطح الأرض وقف أمامنا وقال هذه النعم لي ولكم نتقاسم. ابن آدم هو الذي سيطر على الأرض، كل ما موجود في الأرض مسخر له. هذه الحيوانات والأنعام التي يأكلها ويذبحها لو أرادت أن لا تكون مطيعة له لما استطاع عليها. كل ما موجود في الكون مطيع لبني آدم بأمر الله جل وعلا. هذه هي النعم العظيمة. أما النعم التي في بدنك، نعمة الصحة والعافية والنظر والسمع، هذه نعم اليوم معروفة أسعارها بالملايين. الإنسان اليوم الذي يحتاج زرع كلى مثلا يحتاج قريب من 100 مليون دينار على نعمة واحدة، فما بالك بالنعم الأخرى. المؤمن، والله إخواني، المؤمن هو أسعد إنسان على وجه الأرض. المؤمن الذي يطيع الله هو أسعد إنسان على وجه الأرض. لماذا؟ لأنه يطبق ما أراد الله ويعيش مع الله عز وجل. إذا أنعم الله عليه بنعمة شكر هذه النعمة، وإذا ابتلاه الله سبحانه بشيء صبر. نحن على مقربة من أيام عظيمات كلها أسبوع ويدخل علينا شهر رمضان. هذا الأسبوع الذي يفصلنا عن رمضان يجب أن يكون لك أنت يا أخي المسلم أن فكر من الآن، تجهز لرمضان من هذه اللحظة. جهز حالك وجهز حال عيالك لاستقبال رمضان. لماذا؟ لأن رمضان موسم اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده، وفرض علينا صيام نهاره وسن لنا قيام ليله. ثم قال الله جل وعلا لنا هذا الشهر فيه مغفرة لا تحصى ولا تعد. كل عمل ابن آدم له، يقول الله في الحديث القدسي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يتحضر الإنسان لشهر رمضان بالتوبة الصادقة، بالاستغفار. لا تؤجل التوبة لدخول رمضان. إذا دخل رمضان يجب أن تكون تائبا ومتجهزا ومتحضرا لاستقبال هذا الشهر وقارئا للقرآن الكريم، تنتظر قدوم هذه اللحظات. كان العلماء قديما يقولون لمن مات قبل رمضان محروم، لم يدرك رمضان. كان العلماء قديما قبل أن يدخل رمضان ب6 أشهر يقولون اللهم بلغنا شهر رمضان، بلغنا شهر رمضان، لأنهم يعرفون قيمة هذا الشهر، يعرفون قيمة هذه اللحظات التي تمر على المسلم، لحظات من الرحمات والمغفرة. وإلا فابن آدم ماذا يريد أن يأخذ من هذه الدنيا؟ مهما كان عندنا من مال، ومهما كان عندك من مناصب، ومهما كان عندك من ألقاب علمية، مهما تكن، إن كنت ذا مال أو منصب أو لقب علمي أو يقال فلان وفلان، كلها تفقد في لحظة.
بمجرد أن تخرج الروح من الجسد تخرج كل الألقاب وتفقد كل الأموال، تصبح هذه الأموال ورث لمن بعدك. لا يقال للميت هذا فلان الدكتور فلان أو الشيخ فلان أو القاضي فلان، إنما يقال هذه الجنازة، قدموا الميت، غسلوا الميت، صلوا على الجنازة، قدموا الميت إلى القبر، دفن الميت. ذهب الاسم الجميل الذي كنا أمام الناس نفرح به ونسعد به، الاسم الجميل الذي تحمله يفارقك إذا خرجت روحك وتدخل إلى عالم البرزخ بلا لقب وبلا مال وبلا جاه وبلا سلطان، لا يدخل معك في قبرك إلا العمل الصالح. أقول هذا لماذا؟ لأننا مقبلون على هذه الأيام المباركات. مخطئ كل إنسان يذنب ويستعجل في الذنوب ويقول أكفرها في رمضان، مخطئ. الصحيح أن الإنسان من الآن يبدأ يستغفر ويتجهز لهذا الشهر، لأن فيه مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا ومحو السيئات وقرب الرحمات. ثم النصيحة الأخيرة: يجب أن نحذر من السراق في رمضان، الذين يسرقون منا الأعمار والأوقات، الهواتف، الموبايلات، النت. يجب أن يكون في رمضان هناك تحديد لاستعمال الموبايل والألعاب. كل الاستعمالات يجب أن تكون محددة. والله أنا أعرف أشخاص إذا دخل رمضان لا يشتركون في الإنترنت في هذا الشهر، إغلاق تام، ويبتعدون عن الموبايل في شهر رمضان. ونحن مع الأسف نرى إقبال كبير على تضييع الأوقات خصوصا في رمضان. رمضان لا يسع غيره، رمضان شهر لقراءة القرآن الكريم، لفعل الطاعات. وهناك أمر أيضا آخر يسرق منا رمضان ويسرق منا الأوقات، وهو السهر في الليل والنوم في النهار، سيما أنه اليوم النهار قصير جدا والليل طويل. فبعض الشباب هداهم الله مثلا ينام من الفجر لا يستيقظ إلا قرب الإفطار أو بعد العصر. هذا أيضا من الأمور ليست الصحيحة. الصحيح أن النوم في نهار رمضان إذا كان يستغرق اليوم فهذا مكروه، يكره صيام العبادة لأنك في عبادة. إذا كنت نائم في العبادة فماذا فعلت؟ العبادة تكون في رمضان في النهار، أنت صائم في النهار، فإذا كنت نائما النهار كله فأين العبادة؟ فالواجب علينا أن نؤكد على هذا الموضوع، تحديد استعمال الموبايل في نهار رمضان وفي ليل رمضان، وتحديد أيضا النوم في الليل. وجعلنا نومكم سباتا، حتى لو نام الإنسان نوم قليل في الليل يكتفي بذلك، لا ينام النهار كله، فهذا من المكروهات.